شنو غيدير في الشان ولا المدرب ديال الاول، فهذه اشياء خاصه اللي توضح. نعم. في عز هاد الانجازات، فملي كتكون جالس في المنطقه ديال الصحفيين نعم. وكتفرج وفي لحظات كتولي مشجع، نعم. وحدك هنا برازيلي وحدك الماني وكيوليو حتى هما كيسولوك وكيفتخروا بهذه النتائج، وهذا فهذه فخاره كبيره بكل صراحه، وهذه دبلوماسيه من نوع اخر بكل صراحه. اليوم الفرحه ديال هاد اللاعبين مستحقه بامتياز، ديال هذا الجمهور المغربي، الجمهور المغربي اللي حضر. الجمهور راه ما جيش عبثا، نعم راه جاي الجمهور جاي بطريقه عفويه بفرحه كبيره، لانه محتاج لهذه الفرحه، والفريق اللي كيستحق هذه الفرحه هو فريق الرجاء البيضاوي الان. ما نساوش كذلك العمل الكبير ديال رجال الامن اللي قاموا بدور كبير كذلك، لا في مدينه اكادير لا مراكش لا في الدار البيضاء، المدن المغربيه، لان تنظيم هذا الحفل فاحنا شفنا صراحه تنظيم نوع خاص، خصوصا رجال الامن اللي قاموا كبيره، بالفعل تضحيات كبيره رجال الامن. فاحنا كاعلاميين في بعض اللحظات ولينا كان شاركين في التنظيم لما نشعروا، لان الحفل كان مغربي، فهذه اشياء خاص كتولي عندك بلا ما تشعر. وبهذه المناسبه نرفع القبعه بكل صراحه لرجال الامن اللي نعم. تفانوا باش تكون والتظاهرات دازت في اجواء جيده بكل صراحه. كل الفعاليات وهذه تجربه، لان قلنا اليوم كاس العالم للانديه، السنه المقبله كاس العالم للانديه، 2019 ممكن كاس العالم الشبان، 2015 كاس افريقيا. نعم. 2026 الحلم اللي انتظروا كاع المغاربه هو كاس العالم المنتخبات ان شاء الله اللي كيقترب من بعد هاد الصور محمودي. اذا دوره اخرى غتكون بالحافله للاعبي الرجاء، بعد ذلك غتكون احتفاليه في المدرجات بالهزيج وبالموسيقى وبتقديم بعض الجوائز. اذا مدينه الدار البيضاء تسعد وتحتفل بابنائها بناديها فريق الرجاء كذلك في هذا الامسيه محمودي. صراحه فرحه عارمه لكل الجماهير الرجاويه بكل صراحه، اللاعبين كذلك فرحه كبيره، لانهم قدموا مباريات 4 مباريات في 10 ايام، يعني ماشي بحال بايرن جوج بالفعل ماشي سهله على اللاعبين، ما تعودوش على هذا الايقاع من المباريات. نعم. لانه مع وفي تباري على اعلى المستويات كاس العالم للانديه، فبكل صراحه هنيئا لفريق الرجاء البيضاوي، هنيئا.